ستروبري تشيز كيك بلا فرن وبلا نار وب10 دقايق بس. تعالوا نعمله مع بعض، بس اللي بعد مش عامل فولو يعمل لنا فولو. بدنا نطحن حيلا نوع من بسكوت الساده. انا حاطحن شي بطعمه الفريز، ننزل فيهم بالميكسر. العلبه الثانيه. وهلا على الطحن. من بعد ما طحنا البسكوت كتير منيح، هلا بدي انزل فوقهم ب 200 جرام من الزبده المدوبه، وهلا بفركهم كتير منيح مع بعض. وهذا القوام اللي بدنا اياه. بتكبسوها بتجمد، بترجع بتكبسوها تاني مره بتفرط. هلا حانزل فيهم بالقالب اللي قلنا. بسم الله. كبسوها بحيالله كاسه هيك على البراد. معي هون 3 ظروف من الجيلو على فريز، حانزل فوقهم ب3 كاسات من المي المغليه ومندوبون كتير منيح. بجاط تاني حانزل كمان ب3 كاسات من المي الباردة. حادلقها فوقهم لانه طلع الجاط صغير. هو فيكم تنزلوا دغري بالمي فوق هودي. بسم الله. من بعد ما برد الجيلي عنا، هلا بدي انزل فيه فوق طبقة البسكويت اللي عملتها. بسم الله. هلا على البراد. ننزل هلا بكريمة خفق بنكون حاطينها شي نص ساعة بالثلاجة. شوية فانيليا. وهلا بدنا نخفقها. من بعد ما يشتد معنا القوام ويصير بهذا الشكل، هلا بنحطها بالبراد. علبة جبنة كريمية بنزل فيها بكوب من السكر البودرة فوقها يعني. شوية فانيليا. وهلا بدي اخفقها، بخفقها وبرجع لكم. من بعد ما يصيروا معنا بهذا القوام، هلا بدي انزل فوقهم بالكريمة. بدي اقلبهم بايدنا مش بالخفاقة، هيك من تحت لفوق. الجيلو جمد عنا، هلا بدنا ننزل فوقه بالكريمة اللي عملناها. تنزلوا فيه هون شوي شوي. هلا على البراد مينيموم ل4 ساعات، والافضل تتركوها من قبل بليله لتاني نهار. صباح اليوم نهار جديد. هلا حانزل بفريز هيك مقطع بمقلي. بسم الله. منشعل النار تحتهم ومننزل فوقهم كم ملعقه من السكر. ليك هاي السكرية شو بهضومي. نص ليمونة. من بعد ما يغلي الفريز معنا، حانزل بمربى الفريز. من بعد ما يصير معنا الفريز بهذا القوام، بنشيله وبنحطه على جنب ليبرد على الاخر. وهي القالب اللي قلنا حطيت هيك على اطراف للزينه بسكوت من هول اللي طحناهم. هلا بالنص بدي انزل بهودي الفريز اللي عملناهم، بس اكيد بده يكونوا بردوا على الاخر 100%. ننزل فيهم. هلا على الفريزر تقريبا شي نص ساعه، وزينته بكم حبه من الفريز على الوجه، وهلا صار وقت ندوقه. بسم الله. اقسم بالله يا ويلا ويلا، شيء كتير قوي، لازم تجربوها. اعملوا سيف للوصفه واعملوا ريبوست للفيديو ليضل عندكم. وشو كمان